السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، وحشتوني جدا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المتكلم الرسمي. والنهاردة معانا ضيف غالي جدا وضيف عزيز على قلوبنا كلنا. معانا المتكلم الرسمي باسم الاتحاد المصري. نورتنا يا فندم. شكرا جدا لحضرتك، والله ليا الشرف اني موجود مع حضرتك النهارده. من وجهة نظر حضرتك يا فندم، هل الكرة موهبة ولا تعلم وممارسة؟ لا، مش شرط خالص تكون الكرة موهبة او تعلم او ممارسة، اهم حاجة تكون الكرة مكاسب. طب من وجهة نظر حضرتك يا فندم، مين اللاعب الذي لم يأخذ حقه؟ اي لاعب حضرتك لعب لنادي الزمالك لم يأخذ حقه، خد بالباقي على الرقات وشناشين، ولو راجل بقى يبقى يكلم المستشار. طب عندي سؤال اللي كل المسؤولين بيهربوا منه، حضرتك بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ بص حضرتك، هو مش رد دبلوماسي خالص، بس انا بشجع ولادي على الصلاة والمذاكرة والنوم بدري. الكرة اللي هتنفعهم وهتنفعني بأي حاجة. طب ايه رأي حضرتك في الحكام يا فندم؟ والله ما اعرفش ليه الناس كلها معترضه على الحكام. انا شايف ان دي لعيبه ما بتعرفش تلعب، بيحكمونهم حكام ما بيعرفوش يحكموا، فيستور على بعض زي ما ربنا ستر علينا كلنا. طب من وجهة نظر حضرتك يا فندم، مين افضل لاعب عربي؟ هل الكابتن محمد صلاح ولا الكابتن رياض محرز ولا الكابتن حكيم زياش؟ كابتن ماجد. طب هل يا فندم ممكن نشوف مصر بتاخد كاس العالم؟ هل ممكن تشوف حسنه في ظهرك؟ لا، بس ممكن حد يصورها لي. خلاص، خلي حد يصور لك كاس العالم، بسيطه اهي. طب ايه رأي حضرتك في ازمة كهرباء اللي كل الاعلاميين بيتكلموا عليها؟ والله كهربا حير مصر كلها وحيرنا انا شخصيا. هو قدامه حل من الاثنين، لا يدفع الغرامه ويلعب ويخلصنا من الحكايه ديت، لا اما يقعد في البيت وبرضه يكون خلصنا من الحكايه دي. طب ايه رأي حضرتك في صفقة الاهلي برونو سافيو؟ والله حضرتك ما اعرفش ليه كل الناس بتهاجم برونو سافيو، مع ان هو مش عاوز يهاجم. ليه مش عايز يهدف ما اعرفش. وفي الاخير يا فندم، عاوزين من حضرتك نصيحة توجهها لكل لاعب صاعد. حضرتك هي الكوره عكس الواقع تماما، يعني في الحياه ما تاخدش كل حاجه على صدرك، لكن الكوره استلم على صدرك واستلم ونطق وباص وجيب جون ودلع نفسك. تاني حاجه التحرك بدون كوره، يعني انت بتروح تشتري اي حاجه بدون كوره، تقضي مشاورك بدون كوره، بتزور مريض بدون كوره، كل ده هيفيدك كلاعب. وفي النهايه لازم كل لاعب يجيد اللعب في كذا مركز، حتى لو مركز دروس تعليم، خش والعب وبوظ الحصه على المدرس هيسيبلك، بس عادي. المرمطه والتعب هتثبت لك ان مفيش حد بيوصل في الكوره، وان برونو سافيو برازيلي مش حقيقي. وفي النهايه بنشكر حضرتك يا فندم. كان معنا المتكلم الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم. لو حابب سلسله المتكلم الرسمي يا ريت تعمل لنا متابعه للصفحه، ولو انت على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. مستنيين اللايك بتاعكم عشان الدعم يا جدعان، واللي مهتم بالسلسله دي زي ما قلت لك تعمل شير لكل الناس. السلام عليكم.